تخيل انك تعيش وسط اعدائك، الكل بيحبك بس لو عرفوا حقيقتك هيموتوك فورا. ده مش فيلم، دي قصة إيلي كوهين، الجاسوس اللي اخترق سوريا. في الستينات كان في راجل اسمه إيلي كوهين. الراجل ده كان من العدو واشتغل في المخابرات بتاعتهم، ادوله هوية مزيفة باسم كامل أمين سامي، رجل أعمال عربي وراجع من الأرجنتين. في أقل من سنتين بس بقى صديق لكبار ضباط الجيش السوري، بيحضر اجتماعاتهم الرسمية. ده كمان من كتر ثقة قيادات الجيش فيه كان مرشح لمنصب قيادي زي وزير أو رئيس وزراء. لكن أخطر حاجة عملها إنه قدر يساعد العدو إنه يحدد مواقع التحصينات بتاعة سوريا في الجولان. طب إزاي؟ قال للضباط بتوع سوريا فكرة ذكية جدا، قال لهم ازرعوا شجر حوالين المواقع العسكرية عشان تضللوا طيارات العدو. ده قال لهم موضوع الشجر ده أنا اللي هجيبه، وده عشان أنا عايز أساعد الجيش. لكن العدو كان بيتابع كل حاجة بتحصل من الجو، فكل شجرة بقت علامة على موقع سري، وبكده العدو قدر يعرف كل المواقع العسكرية. لكن في 1965 المخابرات السورية شكت في إشارات راديو غريبة، الإشارات دي كانت بتتبعت من بيت في دمشق. اقتحموا المكان ولقوا إيلي كوهين هو اللي بيبعت الإشارات دي واتقبض عليه. وفي 18 مايو 1965 اتحاكم إيلي كوهين في ساحة المرجع في سوريا، وفضل متساب في الساحة 3 أيام. خليك عارف إن أكتر ناس بنثق فيهم ممكن يكونوا هم اللي بيوقعوا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعملي فولو وتتابعني. كان معاكم اتش